امبارح كان يوم تحكيمي فاجر من الاخر في الدوري المصري. في مباراتين كانوا عباره عن مباريات اثاره جدل، بس ما فيهمش حاجه بتتعلق بالكوره ولا بتتعلق بالفنيات، لان الاهلي هو اللي بيكسب بالتحكيم في الاخر. يعني بيجي يتحفنا الناس في الاخر يقول لك بطولات النادي الاهلي كلها بسبب التحكيم وبسبب الحكام وبسبب المجاملات وبسبب ما شافوش مثلا ماتش الزمالك والاسماعيلي امبارح لما الزمالك لعب محمد السيد، يعني تدخل على الكوره. يعني هو كان عايز يجيب للولد اعدام، يعني هو دخل على رجله عشان يموته ما يلعبوش كوره تاني وياخد انذار ايه يا حبيبي؟ دي طرد مباشر، طرد وكوره ممكن تغير سير المباراه ومجرى المباراه. بس الاهلي هو اللي بيتجامل، الاهلي بيكسب بالحكام. نسيبنا بقى من ماتش الزمالك والاسماعيلي ونروح لماتش بيراميدز وسموحه. لما استاذ علي جبر يبقى فارد جناحاته، فارد ايديه الاتنين، ولعيب سموحه يشوط الكوره فتيجي في ايده، فاللعيبه تروح تعترض وتبص للحكم: ايه يا عم؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ضربه جزاء؟ طب ارجع للفار، طب فكر شويه. وهو مفيش، فالكوره تبقى هجمه مرتده ويروح لعيبه بيراميدز يجيبوا جون في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 97، اللي هو الماتش اصلا محسوب فيه 5 دقايق وقت بدل ضايع. يعني الماتش المفروض يخلص الدقيقه 95، والدقيقه 95 دي فيها ضربه جزاء لسموحه، ضربه جزاء مفيش خلاف عليها. يعني لو واحد اعمى هيشوفها، بس ما تحسبش ضربه الجزاء، وبيراميدز يروح بهجمه مرتده عشان الماتش يخلص 1-0 وبيراميدز يبقى متصدر الدوري. من الواضح ان الفلوس بتاعت بيراميدز بتشتري دوري السنه دي. يعني اللي هو احنا كل سنه بقى، يعني الناس بقى لهم 8 سنين بتستثمر وبوظوا سوق الكره في مصر، مش هنديلهم دوري؟ ما لازم ياخدوا بطوله. فهم بقى ياخدوا البطوله دي ايه؟ على حساب النادي الاهلي. يقول لك الاهلي اصل الاهلي بيتجامل، اصل الاهلي بيتظبط له الجدول، اصل الاهلي مؤجلاته، اصل الاهلي مش عارف ايه، وسايبين العك والهرس اللي في كل المباريات التانيه ولكل الفرق التانيه.